مساء الخير عليكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. ليس من السهل أن تعيش أوج النجومية والنجاح وفي الوقت نفسه تبقى متابعا في قضية شغلت الرأي العام وأثارت الكثير من الجدل. هذا هو حال الفنان المغربي سعد المجرد، الذي ورغم النجاح الكبير الذي حققته أعماله الفنية داخل المغرب وخارجه، لا تزال قضيته أمام القضاء الفرنسي تلقي بظلالها على مسيرته. تقدم فريق دفاع الفنان المغربي سعد المجرد بمعطيات جديدة من شأنها أن تحدث تحولا كبيرا في مسار القضية التي يتابع فيها، وذلك حسب ما نقلته عدد من المواقع الإعلامية. المعطيات الجديدة تشير إلى وجود محاولات لإبرام تسوية مالية مع المدعية مقابل تراجعها عن أقوالها خلال جلسات المحاكمة، حيث طرح مبلغ مالي قدر ب3 ملايين يورو مقابل التنازل. ووفقا لذات المصادر، فإن فريق الدفاع يعتبر هذه التطورات خرقا خطيرا قد يستدعي تحركا قانونيا، إذ يرتقب أن يتقدم سعد بشكوى رسمية أمام الجهات القضائية المعنية. هذا وقد أعيدت جلسات محاكمة سعد المجرد في جلسات مغلقة بطلب من الطرف المدني وسط اهتمام إعلامي واسع وترقب لنتائج هذه المرحلة الجديدة من القضية. وفي النهاية ننتظر آراءكم متابعينا الأعزاء. هل تعتقدون أن آخر ورقة قدمها دفاع الفنان سعد المجرد كفيلة بتغيير مسار القضية؟ وهل سيتمكن من نيل البراءة وإنهاء هذه الأزمة التي لاحقته لسنوات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، فالقضية ما تزال مفتوحة على كل الاحتمالات.